بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى قناة سلام الإعلامية المباركة. منها أنا أحمد شريف أحييكم تحية الإسلام الخالدة، وأرجو أن تقضوا معنا وقتا سعيدا وممتعا وماتعا كذلك إن شاء الله. ولله الحمد من قبل ومن بعد أن يجمعني بكم أسبوعيا عبر برنامج مع اللغة العربية. هذه الحلقة هي رقم 185 بحمده تعالى. قبل أن أبدأ الحلقة، أولا هذه أيام مباركات، أيام الأيام العشر من ذي الحجة، وأتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات بهذه الأيام المباركات، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. إن شاء الله الحلقة القادمة ستكون عيدية مباركة، وستكون يعني فرايحية. نتحدث فيها، سأفكر كيف يمكن أن نقدم حلقة في برنامج مع اللغة العربية لكنها عيدية إن شاء الله. ستكون عيدية، فنوعدكم إن شاء الله، ووعدنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجزه لنا. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ ونختتم بها البرنامج الأسبوعي. وبهذه المناسبة العطرة أتقدم لزملائي في قناة سلام، المشرفين والشيوخ والدعاة والفنيين والإداريين، بأحر التهاني، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء عما يقوم به من عمل دعوي له فائدة في الدنيا وثوابا في الآخرة إن شاء الله. الأحباب الكرام، هذه حلقة تأتي إلحاقا بالحلقة السابقة، وهي عنوانها كان زمنان وقصيدتان. القصيدة كان عنوانها طبعا التي تذكرت منها أبيات ذكرني وإياها شاعرنا وابننا وأخونا العزيز حقيقة، هو أحد طلابي في مدرسة الرجال العربية، والآن هو رجل يعني قوي في في عوده الشعري وفي فكره الروائي، وكذلك في رؤاه اللغوية، توفيق قسم الله، وحيي تحية طيبة. فذكرني بعنوان القصيدة، قال لي: يا أستاذ، القصيدة اسمها تباشير الصباح. طبعا أنا كنت أقرأها عليهم وأنا مدرسا بمدرسة الجالية العربية الأمل حاليا، فكنت أقرأ منها أبيات. ف... وقال لي يتذكر منها أبيات عدة، لكن إن شاء الله سيأتيني ديوانها بعد أيام إن شاء الله. الديوان الوحيد الذي طبع، حتى ما عنديش في مكتبتي هنا نسخة منه، لكن إن شاء الله سيكون معي بعد أيام بحوله تعالى إن شاء الله. فلك الشكر عزيزي الشاعر والروائي والكاتب توفيق اسم الله، ذكرني بعنوانها تباشير الصباح. قبل أن أدلف وإياكم مستمعين مشاهدي الكرام، القصيدة الثانية هي القمر النازف. لكن دعوني يعني أعمل مدخل لأنا والشعر. يعني منذ متى يعني تخلقت في هذه الموهبة وهذا الجنون، خلينا نقوله، وهو فنون في نفس الوقت. يعني نشأت في بيت مادح كما قلت ذات يوم، والمدائح تخليك كده سائح في موسيقى الشعر وأنغامه وهكذا. طبعا في بيتنا كانوا برضو أخواني وأخواتي من الذين يمدحون، لكنهم لم يكونوا مثلي حقيقة. أنا كنت مولع بالمديح، و ومن هنا أنا أقول علاقتي بالشعر بدأت بالمدائح. طفل صغير يدخل في حلقة مديح في مدينة أغرداد، وعمري لم يتجاوز 7 8 سنوات تقريبا، يعني إذا بالغت 9 سنين يعني. فيتحلق ويزحف ويزحف إلى أن يأتي الحلقة الأولى من المدايح،
كان ذلك في المولد النبوي الشريف، ربيع الثاني. المسجد فيه حلقات مدائح من اليوم الأول إلى اليوم الثاني عشر، وفي العصر يكون الاحتفال المهيب بالمولد النبوي الشريف. ف وأنا ألعب مع أقراني بجوار المسجد، فسمعت أذناي المدايح تنهال من المسجد بالميكروفون يعني. ونحن نمدح الشريف، نمدح في البيت كل أسبوع يعني ليلة الجمعة مدايح يعني، بعد ما نقرأ القرآن الكريم حقيقة يعني. نقرأ القرآن بحضور الوالد والوالدة رحمة الله عليهما، بعد ذلك ندخل إلى المدايح. فأول ما استمعت إلى المدايح ذهبت إلى محل الوضوء في المسجد فتوضأت، أظن هكذا لكن ما أظن تكون غسلت يدي ورجلي. توضأت ودخلت المسجد، زحفت قليلا 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 إلى أن دخلت حلقة المديح. شيوخ كبار، مؤذن المسجد الشيخ أحمد رحمة الله عليه، ومداحين كثر يعني أقطاب المدايح في مدينة بغداد. إلى أن وصلت الحلقة الأولى فقلت لهم أريد أن أمدح. أحد الشيوخ الكبار يعني استغرب وقال طفل صغير يعني، وكلهم شيوخ مثل حالتنا اليوم يعني. فشفع لي بإذن المديح المؤذن شيخ أحمد رحمة الله عليه، كان يعرف الوالد يعني، والوالد رجل مادح يعني وذاكر لله، وفي نفس الوقت رحمة الله عليه برضو رجل تعلم أمور دينه وشيء كثير من القرآن الكريم من خلال حضور مجالس العلماء يعني. فقال لهم، قلت لهم أريد أن أمدح يعني. أعطيت الحديث كان بلغة التقريت، قال امدح حد ليكو ما تبل ليك، قال لي واحد هبوه والشريف قال لهم يعني أعطوه الميكروفون، هذا ابن أخونا شريف يعني. فأعطيت الميكروفون، والميكروفون أتذكر أنه سقط من يدي يعني، دليل على أني كنت صغير يعني. سقط من يدي، فمسكه لي أحد الشيوخ الجالسين أمامي، فأخذ ديوان جعفر الصادق، ودخلت صلاة صلاة على المصطفى وآل وصحب وهيل الوفا. أكملت المديحة الأولى، دخلت في مدحة ثانية من ديوان جعفر الصادق برضو. لا أتذكرها الآن، لكن صلاة البداية تذكرتها تماما. أكملت المديح، فإذا بي طبعا المسجد ملئ بالأطفال والشباب، هذا الصوت الندي، الطفل الصغير يعني مع شيوخ كبار يعني. فكان مثار اندهاش أعتقد. فالمسجد هكذا تخيلته إنه ملئ عن بكرة أبيه، طبعا شوية هنا لكن المهم أطفال حولي كده يعني، فقالوا هذا الصوت هو صوتنا وهكذا. لكن العبد لله تصببت عرقا طبعا يعني، شيوخ كبار أنا أمدح قدامهم يعني، لكنني لم أهب المديح ويرفع وراي يعني، يشيلوا شيلة جميلة يعني، وناس غردات مداحين يعني. فعلى الفور كان منزل دكان الوالد رحمة الله عليه بالقرب من المسجد، فسمع صوتي وعرفني. الآباء يعرفون أبنائهم وعشيرتهم، وبعدين هو غرس في هذا المديح يعني. فجئت إليه فقال لي سمعتك وأنت تمدح يا أحمد، قال لي أنا مبسوط منك يعني، بلغة التقريت سمع كوكا وآمر كوكا أنت تمدح وأنا مبسوط منك ليكو يا ولد. تعال جيب له شاي شاي حليب واثنين رغيفة يعني. جاب لي شاي حليب مقنن، اثنين باني كده يعني، بنات مقارب بالعنة يعني بالتقريت كده يقول يعني مغار يعني باني منفوخ كده يعني. فضربت اثنين الرغيفة وشربت الشاي الحليب يعني، وطبعا هذه هدية كبيرة يعني. فقال لي أنا مبسوط منك الآن، أمشي بيتك على طول. تخيل عزيزي المشاهد، لم أذهب إلى الأطفال، طوالي على البيت، على البيت مباشرة. دخلت البيت، ما لا أدري، ما أتذكر ماذا فعلت كده.
لكن كان حديث البيت إنه أحمد ولدي مدح في المسجد وأنا مبسوط منه وشوفه وكده. فشوية شعرت بزهو، يعني زهو الطفولة. أقول في دنيا الشعر أنه أنا الشعر ده دخلته من المدائح، علق في ذهني الشعر والمدائح وهكذا. وإن لم أكن إعلاميا كنت مادحا، أنا هكذا أتخيل يعني. وكنت سأكون داعيا إلى الله يعني إن لم أكون إعلاميا. ف لكن مع المدائح يعني الحمد لله فدخلت في دنيا الشعر وأصبحت أحفظ من الشعر الكثير يعني. وكنت وأنا في المدرسة الابتدائية أستاذ اللغة العربية كان يعطيني دفتر التسميع للطلاب يعني، أسمع لهم واحدا واحدا وأنا لا أسمع للأستاذ. يقول لي أعطي الدرجة كما هنا، وعارفني أنا القصائد كلها حافظها يعني. القصائد المقررة في الفصل أنا أحفظها من أول أسبوع، ذلك أني مولع بالشعر وهكذا. انتقلت إلى المرحلة الإعدادية الوسطى، فمشاركتي في الجمعية الأدبية. أنا أعمل مدخل بس لدنيا الشعر كيف بدأت باختصار شديد يعني. وهذا يعني فيه إشارة إلى المعلمين والمربين أنه ينتبهوا إلى الأطفال. فهنالك من تظهر عنده ملكة يعني هواية الشعر، فعليهم أن ينموا فيه ذلك يعني، وألفت عناية الآباء كذلك يعني. فدخلت المرحلة المتوسطة. أول مقال كتبته في الجمعية الأدبية الأسبوع الأول كان عنوانه الأمل، سنة 80 بالضبط يعني، 1980، قبل 45 سنة تماما يعني. فالأمل هذا المقال مضمن كم هائل من الأشعار ولا أعرف معانيها ذات، لكن ما يتعلق بقريب من مفهوم الأمل ونحن كنا نعيش على أمل. وأذكر بيت أنا ما أنساه: أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل يعني. ده كلام جميل يعني. وكلمات وأبيات أخرى من شعراء كثر. أنا الوقت ده لست بشاعر، لكنني أهوى الشعر وأحفظه كامل يعني. فكان حضر أمسية الجمعية الأدبية أستاذ اللغة العربية الأستاذ عبد الرحمن الشابك من كسلة وأكنافها، له السلام والتحية، أستاذي وقائدي ومعلمي في اللغة العربية، حي يرزق في مدينة كسلة. لك التحية والسلام أستاذنا الفاضل، وأنا متواصل معه حقيقة ولله الحمد من قبل ومن بعد. فكان قد حضر الأمسية الأدبية، حيث كان هو المشرف على العمل الثقافي وضابط الداخلية في المدرسة. فاليوم الثاني أرسل الفراش المراسل في المدرسة، قال له إلي بالطالب أحمد شريف، وأنا في سنة الأسبوع الأول سنة أولى إعدادي. قرع الباب فقال للأستاذ، وكانت حصة الرياضيات مع الأستاذ محمد الأمين الحلنجي وحي يرزق في كسل، له السلام والتحية. قال له أحمد شريف موجود؟ نعم الأستاذ عايزه. فخرجت وقلت له مين الأستاذ؟ قال لي عبد الرحمن الشابك، وأنا ما قد أعرفه ساعتها يعني، لأنه أنا جديد يعني. فدخلت عليه، رجل أبيضاني، شعر ناعم، أشنب يعني، قليل الابتسامة، صارم، ولكنه رجل موجه. فقال لي اجلس. جلست على الكرسي آم، بثقة يعني هكذا. فقال لي يا أحمد، أنا اسمي عبد الرحمن الشابك، أستاذ اللغة العربية، وكان يعطي الصف الثالث للممتحنين للشهادة الثانوية. فقال لي أنا أستاذ اللغة العربية، وكان يلقب ساعتئذ أخو العرب، اسمه هكذا، لا يتحدث معك إلا بالفصحى. فقال لي أنا أستاذ اللغة العربية وضابط الداخلية والمشرف على العمل الثقافي. بالأمس يا ابني استمعت إليك وأنت تقدم موضوع الأمل. من هنا يعني أنا ندهت عليك لأقول لك أنت رجل لك علاقة بالأدب،
وبالشعر كذلك، لأنك أنت ضمنت يعني مقالتك التي تحدثت فيها عن الأمل، وأنا إنسان طبعا جاي بآمال إعراض يعني، وطن وعلم وثقافة وأشياء كثيرة، وطن خرجنا منه مكرهين وإلى وطن جديد وهكذا. فقال لي أنت ستصبح يوما ما شاعرا ممتازا كمان. يعني وقع في نفسي شيء من الفرح يعني. وقال لي ولأنك ضمنت مقالتك عدد من الأبيات، هذا هدية مني لك ديوان أبو الطيب المتنبي، أول ديوان لأبو الطيب المتنبي، هكذا سلمني إياه. قال لي وكتب فيه الأستاذ عبد الرحمن الشابك هدية أنت. تسلمت تلك الجائزة، والله أول ديوان اطلعت عليه كان ديوان أبو الطيب المتنبي. وقال لي سر، ومن هذا اليوم قررت أنا كمشرف على العمل الثقافي أن تصبح أنت رئيس الجمعية الأدبية. طبعا كان تكليف. فقلت له يا أستاذ، يعني هذه المسألة يعني هون علي يعني فيما معناه. قال لي لا، نحن قررنا هكذا. ونده على الرجل المراسل فقال له نادي الطالب محمود عبد خليفة، حيث كان هو رئيس الجمعية الأدبية وهو من أبناء كسلة بلدياتنا يعني، وله السلام والتحية إن كان على قيد الحياة. أنا بعد 83 لم أرى هذا الرجل. وللحق يقال أنه كان رجلا طالبا مثقفا قارئا وكاتبا من الدرجة يعني كتاباته. لأنه أنا بقيت مشرف على الجمعية الأدبية والمقالات كلها تجينا، هو كان قليل المشاركة وصامت لا يتحدث وهكذا. فنودي به فقال له يا محمود، من هذا اليوم أحمد شريف سيكون رئيس الجمعية الأدبية. شعرت طبعا، شعرت بفرح وأسم في نفس الوقت، لأنه بينتزع مهمة يعني. ف ف ولأنك أنت ممتحن، هكذا بررها الأستاذ. وأنا قلت للأستاذ محمد عبد الرحمن الشابك، قلت له حتى لا يحدث بيني وبين أخي محمود عبد الخليفة شيء من النفور وهكذا. قال لي لا 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 عليك، هو ممتحن أصلا، ولذلك أنا سأقول له ذلك. أنا لا أود أن أدخل في مشاكسة يعني. وقال لي خلاص، وناداه وقال له من هذا اليوم أحمد شريف سيكون هو المشرف على الجمعية، رئيس الجمعية الأدبية. أول رئاسة استلمتها أنا كان في الجمعية الأدبية. ف... وآخر رئاسة اليوم أنا رئيس الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي هنا في ميلبورن، رئيس الملتقى الثقافي الإريتري الأسترالي. وبين هذه وتلك الرئاستين في حاجات كده في النص يعني. المهم عموما، فقال له سلمه المفتاح. الطالب رجل منضبط، المفتاح في جيب الطالب. أدخل يده في جيبه ونزع المفتاح، ومفتاح واحد يعني. فقال لي تفضل يعني. هذا كل ما كان للجمعية الأدبية في دولاب صغير كده يتخطى فيه الطباشير وأوراق هكذا وقلم ودفتر وهكذا. قال لي تفضل، بكل ترحاب وبكل حسن نية تسلمت. أدخلت المفتاح في جيبي، وكل مرة أتحسس المفتاح هل هو معي وبتاع. وطبعا كان هذا يعني كنز كنت محتفظ به في داخلية عبارة عن رواكيب ومن الأعشاب وبتاع، وكنت أخاف على ذلك المفتاح أكثر من خوفي على وما عندناش مقتنيات كثيرة. عندك فانوس صغير وعندي مفتاح، وهكذا تذاكر يعني سبحان الله أيام جميلة يعني. يمكن أن نأتي أن نحكي عنها. نحن خريجو داخليات يعني، أنا خريج داخليات من الابتدائية وحتى الجامعة، داخلية في داخلية. ولذلك أصف نفسي عسكريا مدنيا يعني، لأن الداخلية فيها انضباط والعسكرة فيها انضباط. فأنا أقول الداخليين، الخريجو الداخليات هم عساكر مدنيين يعني. والحمد لله صقلتنا تجربة السنوات الطوال في الداخليات، اعتمادا على النفس واعتمادا على أشياء كثيرة، وحققنا بقدر ما كتبه الله لنا من فضل ونعمة وصحة وعافية، لك الحمد يا رب. عموما، فقرأت ديوان المتنبي وحفظت منه أشياء وأشياء، وأصبحت أي موضوع أنا أكتب، وكنت أكتب في الجمعية الأدبية
يعني بين 2 و3 مقالات في اليوم، في الأسبوع يعني، ووزعها وهكذا. وللحديث طويل عن الجمعية الأدبية، كيف كنت أديرها وماذا كنت أشارك. انتقلت من المرحلة الإعدادية وأنا أحفظ الشعر وهكذا، وبرضو أميل إلى المدائح وهكذا يعني، إلى أن دخلت المرحلة الثانوية برضو في العمل، لأنه في جمعيات كثيرة. فذهبت إلى الجمعية الثقافية، و... وأصبحت من الشهر الأول في الثانوية أولى، سنة أولى 83، مدرسة كسل الأكاديمية، المدير العام للإذاعة المدرسية. آه، كيف جاءت لا أدري، لكن رشحني الأستاذ العاز، له السلام والتحية، موجود في مدينة كسلة. فأصبحت مديرا للإذاعة المدرسية سنة 83، 3 سنوات. هناك في المدرسة في الثانوية ونحن في الصف الثاني، جاءت الدورة المدرسية السنوية، هذا في عهد النميري رحمة الله عليه، جعفر محمد النميري. فشاركت بالإلقاء الشعري، الأداء الشعري ما يسمى، على الدورة 25، الدورة المدرسية. فتشارك في البدء على نطاق مدرستك، ثم بعد ذلك إذا تدرجت فزت وهكذا. فأخذت قصيدة للمتنبي، أعتقد من نفس الديوان بتاعت الأستاذ عبد الرحمن الشابك. قصيدة المتنبي كان عنوانها المتنبي يرثي أبا شجاع فاتك. أبا شجاع فاتك كان جنديا عسكريا في عسكر سيف الدولة الحمداني يعني. والمتنبي كان الناطق الرسمي، أو سميه وزير الإعلام في دولة بني حمدان. وكان يصف معارك سيف الدولة الحمداني، وكان مقربا، كان المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس يعني. فأخذت تلك القصيدة للمتنبي ونافست بها على مستوى مدرستي، وكان مطلعها الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع، فإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع، أيموت مثل أبا شجاع فاتك ويعيش حاصده الخصي الأوكع. وقصيدة جميلة يعني، وكنت أؤديها بشاعر إنه أنا أرثي أبا شجاع فاتك، ومدحه المتنبي ورثاه. فكان أستاذ اللغة العربية آنئذ في الثانوية الأستاذ محمود شكري أبو حلقة، أستاذ اللغة العربية، كان يدرسنا بالصف الثاني، مصري وخريج دار العلوم، ورجل ضليع في اللغة العربية. وكان برضو يعني لي علاقة بالأستاذ محمود شكري أبو حلقة. هو أكيد أنا أقول توفي يعني، لأنه كان معمرا ساعتئذ، الكلام ده سنة قبل كم 40 سنة يعني، 42 عاما. فرحمه الله وأكرم مثواه حيا وميتا يعني. ففزت على مستوى المدرسة بأداء ممتاز، وكان مشاركين معي في المنافسة أبناء شعراء، منهم الشاعر آه ابنه كان مشارك معنا، وقصيدة من أبيه، وأبوه كان حكما في المدرسة. هو ليس معلما، لكن هو شاعر من شعراء كسلة. ففزت على نطاق المدرسة، فشعرت بشيئا يعني من السعادة والسرور يعني. فدخلت المنافسة الثانية على نطاق مدينة كسلة، حيث كانت الحاج موسى ونحن. بعد أن فزت على مدرستي لابد أن أنافس الحاج موسى. فنافست الحاج موسى، وسألت الأستاذ محمود شكري أبو حلقة هل أغير القصيدة؟ قال لي لا. قال لي لا تغير، هذه قصيدة المتنبي عندها درجة. هنا فهمت يعني إنه المتنبي يعني هو شاعر العرب الأول يعني. فقال لي لا تغيرها،
ستذهب بها إلى الدويم. قال لي الدويم كانت المنافسة الأخيرة في مدينة الدويم، بحر أبيض، بعد الخرطوم، حيث بخت الرضا معهد تأهيل المعلمين. وكان الاحتفال الدورة المدرسية ال25 كان ختام الدورة هذه، الدورة المدرسية في الدويم، إحياء لذكرى تلك المدرسة أو المعهد الذي يخرج أولئك المعلمين الذين تتلمذنا عليهم. فقال لي ستذهب بها إلى الدويم. الدويم أنا ما أعرف الدويم دوين، وما أعرف تفاصيل، لم أكن على علم بتفاصيل المنافسة ذات. أنا أتخطى عتبة عتبة يعني. ففزت على مدرسة كسل الثانوية. كان شاعرا واحد، أنا طالب وطالب. فدخلت المنافسة الثانية على نطاق الإقليم الشرقي. الإقليم الشرقي ساعتها الولايات الثلاثة كان في إقليم واحد، اللي هو كسلة، القضارف، بور سودان، حلفا. أعتقد 4 مدن يعني. فجيء بأولئك الشعراء لأنه كسلة كانت هي عاصمة الإقليم الشرقي آنئذ. ففي مسرح تاجوج برضو دخلت المنافسة. كان عددنا كبير. وهنالك منافسات أخرى من غير الإلقاء الشعري، كان المسرح والغناء والتمثيل، حاجات كثيرة يعني. أنا ماسك في الأداء الشعري. فدخلت إلى تلك المنافسة بحمد الله سبحانه وتعالى. فزت وحصلت على الدرجة الأولى في الإلقاء. الأستاذ محمود شكري أبو حلقة قال لي، الأستاذ محمود شكري كان محكم من لجنة التحكيم، لأنه من كسل واحد ومن القضارف واحد، بور سودان واحد، وحلفا هكذا. وبعدين في برضو مشرف تربوي عالي للإقليم مشرف تربوي لوزارة التعليم يعني. كانوا أمامنا كده جالسين 6 7 كده يعني. ونحن نلقي: الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. هكذا كنت أقول يعني، أتخيل. وحافظها طبعا بدون ورقة، لأنه كونك تحفظ كمان فيه درجة يعني. وهكذا فزت على بحمد الله على الإقليم الشرقي كله. ووجهتنا إلى الدويم. توجهت إلى الدويم ممثلا للإقليم الشرقي. السودان كله هناك اليوم، الإقليم الشرقي والإقليم الوسط وكردف، دارفور، يعني السودان القديم يعني. فتنافسنا في مدرسة، في معهد بخت الرضا لتأهيل المعلمين. وجيء بالحكام من الشعراء. أنا أتذكر الأستاذ هاشم ضيف الله كان أحد المحكمين. أستاذ فراج الطيب أعتقد كان أحد المحكمين، يعني دهاقنة الشعر وهكذا يعني. فدخلت وكان مسرح والدنيا يعني، السودان كله يعني. فدخلت ونفس القصيدة قال لي شكري الأستاذ شكري: لا تغير قصيدتك يا هذا. فدخلت بها وبحمد الله يعني حصلت على الدرجة الثانية على مستوى السودان في الإلقاء الشعري. وفازت علي من مدينة بخت الرضا. وكانت قصيدتها تتناول الحدث. هنا طبعا درجة، المتنبي له مكانته، لكن المناسبة ذاتها. وفازت علي وجيت الثانية. ولا أنسى البيت الذي افتتحت به قصيدتها. أنت لما يعني، ما هو الفرح وشوية، أنا شوية يعني حزنت شوية. فقالت: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. كلام جميل يا أخي. بتقول سجل مكانك في التاريخ يا قلم، من هنا من بخت الرضا تبعث الأجيال والأمم. وقالت، وطبعا أداء كان جميل كذلك، أداء جميل كأنثى وصوت جميل: سجل مكانك في التاريخ يا قلم. والطلاب والجالسين طبعا الجمهور وتفاعله معه له درجة، أوه يقولوا لها طبعا يعني، وليس الذكر كالأنثى يعني ما تعلمون يعني الصوت والأداء. لكن حقيقة والله أدائي كان جميل جدا يعني. لكن فازت أداء كأنثى
وبعدينك برضو المناسبة وأداء كان جميل. علق ذلك البيت بذهني والله منذ ذلك العهد. الكلام هذا سنة 84، 41 سنة. وعلق هذا البيت بذهني: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. وحصلت على الدرجة الثانية على مستوى السودان في الإلقاء الشعري. وساعتئذ لم أكتب الشعر، لكنني يعني لاف فيه ومعجون وأطلع كده وهكذا. وكان أستاذنا حمد النيل، له السلام والتحية، من معلمين في الثانوية، كان يقول لي: يا أحمد، ستكتب يوما الشعر، ولكن أرجوك عندما تكتب أول بيت من الشعر أرجوك تخبرني. قلت له: إن شاء الله. ودخلت الجامعة عبد الرحمن الإسلامية، والحمد لله سنة أولى دخلت في صالونات الثقافة والأدب. أشهر الصالون صالون الأصالة لمنشئه وقائده الأستاذ فراج الطيب السراج، أحد علماء وفحول ومفلق الأدب العربي يعني، ورجل علامة فقيه بكتاب الله، وفقيه في أمور دينه، وشاعر. يعني هو أستاذنا يعني، بعد المتنبي والجماعة دي أنا هو أستاذ يعني، ولله الحمد. تخرجت من ذلك الصالون شعرا وفي ثقافة وأدب وإسلام وفكر وسياسة وهكذا. فالأستاذ حمد النيل كلما عدت إلى كسلة يقول لي: ها، بديت تكتب؟ أقول له: ليه؟ أقول له: لسه. قال لي: ستكتب بس كلمني بعدين. في السنة الثالثة للجامعة بدأت أقرض الشعر. يعني خلاص يعني، ما خلاص، يعني حان قطافها يعني، هنا وهناك يعني، مولع ومغرم بالشعر يعني. فقال يعني، واطلع طبعا يطلع هكذا دوما في الشباب وهكذا غراميات وأشياء وهكذا شيء من ذلك. ف وأتذكر، لكن قبل ذلك أنا كنت حاولت في كسلة، وأنا قبل ما أمشي الجامعة: ما بال دمع العين مهراق، فهل غادرني اليوم عشاق. كتبتها مرثية لوحدي من أهلنا وقرايبنا يعني، رحلت مبكرة يعني: ما بال دمع العين مهراق أو مهراق، فهل غادرني اليوم عشاق. أو بيت آخر، قصيدة أخرى: لا تسل عن أنسابنا ولا عن أمانينا، وسل نسيم الصبا يخبرك عن مآسينا، شيء من ذلك يعني. لكن القصيدة التي هزت فيني وكتبتها، وما كنت أعتبر ذلك شعرا وهكذا، إلى أن كتبت فيه. وبعدين بعد ما كتبت قابلت أستاذنا حمد النيل، فقلت له: بدأت أكتب ونفسه. قال: أسمعني مما كتبت. قلت له يعني، قال لي: ألم أقل لك يا أحمد ستكتب الشعر؟ الآن انطلق. قال لي: خلاص. وبدأت منذ ذلك الحين. وأول قصيدة أنا اعتبرتها قصيدة حقيقية كانت عنوانها الوثبة الأولى. عنوانها هكذا: وتبدأ: يا أيها الجمع الكريم قياما، بل قبل ذا تحية وسلاما، من شاعر متلهف للقائكم، من يوم أن هتف الجميع هياما، أن نلتقي في بهونا هذا الذي يبدو جميلا مزهرا بساما، فانعم به يوما فريدا مبهجا، واكرم بمن في القوم هو إماما، إن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما، فرض علي بأن أكون بقربكم، فهواكم عندي أقام خياما، ويزيدني في كل يوم لهفة، ويزيدني ذاك الضرام ضراما، فأنا السعيد بقربكم وببعدكم، فهواكم في ذي الضلوع أقاما، إن القلوب إذا تقاتل أهلها زادت على ذاك السقام سقاما. المهم قصيدة طويلة، فعنونتها بالوثبة الأولى. يعني الوقت ده تقريبا أنا في السنة الثالثة للجامعة يعني، تشربت في صالون الأصالة واستمعت إلى
فراج الطيب، إلى مهدي محمد سعيد، إلى سيف الدين الدسوقي، إلى محي الدين فارس، إلى أبو قرون، عبد الله أبو قرون. هؤلاء شعراء سودانيون. هذه بلادنا وهذه مدرستنا يعني. وآخرون كثر من الشعراء الشباب، حسين خوجلي، وعلى رأسهم فراج طبعا. وكان حضورا شعر عبد الله الشيخ البشير، يعني صاحب البحث عن بيت شعر، يعني القصيدة المعروفة، يعني على حد سنة أمهيت سيفي فرقت شفرتاه كما ابتغيت. وأنا جاريته في واحدة من القصائد البحث عن بيت الشعر، يعني هنا قبل سنوات. وهكذا عزيزي المشاهد، حتى لا نمشي كثير، فالغريب عزيزي المشاهد، وخلاص أنا انطلقت في دنيا الشعر وجنون وفنون، لكن شعر ملتزم، وعندنا فيه برضو اجتماعيات، وطنيات وغراميات وإلى ذلك، وابتهالات كذلك، يعني الحمد لله. إلى أن توفي الشيخ موسى محمد نور في سجنه مغدورا عليه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وأترحم بهذه المناسبة على الشيخ عنكر الذي انتقل إلى رحمة مولاه قبل أيام بالمملكة العربية السعودية، ذلك الشام الذي قال قولة حق أمام سلطان جائر، نحسبه شهيدا، ورحمة الله عليه وعلى الشيخ موسى محمد نور. عندما توفي الشيخ موسى محمد نور هزني ذلك الحدث من أعماقي، فكتبت الميمية 120 بيتا قصيدة، يعني ما خليت شيء. قلت وما كنت أحسب بعد ذلك أنه يمكن أن أفتح فاهي وفمي على هذا الشعب إعلاما وغير ذلك، لأنه كان الهزة قوية يعني. فسبحان الله كتبت على ذات الروي الذي استمعت إليه قبل كم 40 عام، وفازت علي تلك الطالبة النجيبة بأدائها وشعرها الذي كتبه لها أحد شعراء المدينة. فقالت هي سدد مكانك، قالت هي سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. فكتبت قلت سدد سهامك وامضي أيها العلم، سدد سهامك وامضي أيها العلم، واشفق على زمن أضناه ما وصموا، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان وفي أعناقها ذمم. قوم يلوك أساهم كلما نزلت بلوى على قبرهم أتتهم حمم، رهط إذا هتك الضليل عرضهم لاذوا بصمتهم يا ويحهم بكم، رهط إذا اغتصب الفرعون غادتهم باسوا يديه وفي طاعاته يارموا. إذا تنادى همام أن هلم إلى سوح الحياض تعجب كيف ردهم. فمن يقول ترانا قد ألم بنا حكم الزمان وأزكى عندنا الألم، ومن يرى غير هذه في بلهنية لا ذل ينكأه لا الموت لا الصمم، وإن دعاهم صفيق نحو مأدبة ساد التهكم فيها والبغضاء والسخم، صالوا وجالوا نشاما في عروضهم هتكا وفتكا وأمنا مع عدوهم، لا يسأمون حديثا في مهانتهم كأنهم قد نسوا أن الهوان هم، بكوا على وطن باعوا كرامته تصارعا في سناه العي والرمم. إلى آخر الوجع 120 بيتا، أطول قصيدة بدأتها ب 120 بيتا، ولم أترك فيها كل القضايا، ولذلك سميتها الميمية. آخرون قالوا عنها أشياء وأشياء. وتوالت بعدئذ بعد الميمية النونية والرائية واللامية والقافية، وكذلك الحائية، وهكذا. ومنذ ذلك التاريخ بدأت يعني أميل إلى القصائد الطوال، يعني طوال يعني أتناول فيه أكثر من قضية، ولذلك أسميها بحرف الروي، ميمية ورائية ولامية إلى آخره. هذا عزيزي المشاهد بانوراما أو شكل، يعني مدخلي إلى دنيا الشعر. الآن آتي بعد فاصل قصير عزيزي المشاهد،
آتي بكم إلى القصيدة الثانية. معلش كانت المداخلة طويلة، والله لم أعدها، لكن أنا أحكيها عفو الخاطر هكذا. أنا أحب الحكي المباشر يعني، ولذلك نخرج فاصلا قصيرا. مشكورين أيها المخرجون. أطلعوا لنا فاصل قصير ونرجع ونكمل. أقرأ القمر النازف إن شاء الله. تحياتي لكم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبة هذه القصيدة بعد أن خرجت من البلاد مكرها لا بطلا 2008. خرجت وتوجهت إلى السودان أياما معدودات، ثم توجهت إلى مصر العربية. مصر العربية طبعا قبلة كل قبلة كل يعني منكوب، قبلة كل خائف. وأنا إن شاء الله في يوم من الأيام سآتي وأقرأ عليكم القصيدة التي عنوانها مصر التي. فدخلت القاهرة، يعني لست خائفا أترقب، ولكن دخلتها بحثا عن مأوى وخروج يعني، لأنه المجموعة لا تتركك في الشرق الأوسط يعني، وأنت ما أنت يعني. فأول قرار اتخذته أنه أرجع للتعليم مرة ثانية بعد انقطاع 17 عاما. بدأت الدراسات العليا في الدبلوم العالي في الإعلام، وأثناء ذلك آه ظهرت القصائد الجياد، يعني قصائد التي لم نستطع أن نقول هناك في البلد. أنا أقول شعر ما بعد الهجرة، فيه الجانب الفكري والجانب الفكري يعني السياسي، وفي نفس الوقت برضو الجانب العقدي، ودي واحدة منهم القمر النازف. فعشان ما نطلع برا، يعني أنا دخلت القاهرة بحمد الله شهر 10 بالضبط يعني، ومر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وبدأنا العام الجديد عادي، وأنا أدرس في الدراسات العليا تمهيدا للماجستير يعني. فجاء مايو. عندما جاء مايو، ما يعيد الاستقلال مثل هذا الشهر، وإن كان هذا الشهر يلفظ أنفاسه يعني. اليوم 30 وأنا أسجل هذه الحلقة. فجاء مايو ووجدت نفسي طالبا، لكن برضو تخيلت الإعلام. أين كنت العام الفائت؟ العام الفائت كنت في وزارة الإعلام، العام الفائت كنت في البرلمان، العام الفائت كنت في المسرح الثقافي، كنت في المسرح السياسي، برلمان الإقليم الأوسط أعني يعني، حيث دخلت برضو من أوسع أبواب والحمد لله. وفي يوم من الأيام نأتي نحكي عنها إن شاء الله في برنامج هنا، أو برنامج بالتقنية إن شاء الله، لأنه برضو هذا جانب من جوانب معرفة معرفة تواريخ الناس يعني. وأنا أدعو إلى أن الناس يعني يا جماعة تحدثوا عن تاريخكم وعن تجربتكم وعن محطاتكم الهامة، لأنها هي درس في الحياة يعني. عموما عزيزي المشاهد، فجاء مايو. بالأمس كنت هناك في هذه الدهاليز الكثيرة، ومايو كان يأتينا حيث الاحتفال بعيد الاستقلال والتقديم في المسارح الكبرى، في ميدان الفاتح من سبتمبر، في دور القاعات الكبرى، في أستاذ أسمرة كذلك.
سواء كان للإعلام أو للجمهور وما إلى ذلك، يعني لم انقطع. يعني كنت مع كثير من الزملاء التجرينية، كل المقدمين التجرينية أنا مررت عليهم، يعني عملت معهم تقديما. يعني أنا كنت يعني ما كانوا يغيروا كثير من المقدمين كده في اللغة العربية، بس كنت أحد الذين كانوا كثير الإطلالات يعني. فكان مايو بالنسبة لي زحمة ما ممكن يتخيل الإنسان. وكان لي بعض الأعمال الفنية والموسيقية كذلك الوطنية، للعلم، للشهيد، لنقفة، للبلاد، وهكذا كنت أساهم من كلماتي وألحاني وأدائي كذلك. فتخيل عزيزي المشاهد رجل بهذه بهذا الكم الهائل من الزحمة: إعلام، ثقافة، شعر، فنون، تقديم. وأنا مسؤول في وزارة الإعلام، نائب رئيس تحرير الجريدة الرسمية الوحيدة في البلد، وبرضو من كوادر الجبهة الشعبية. هكذا لا بد أنت مسؤول، وهكذا أنت بلا إرادتك ولا بد أن تكون، وإلا عليك استفهامات، ويمكن أن تطرد، ويمكن أن تسجن كذلك إذا رفضت. أنا برضو تبع الحزب يعني. وهكذا، فكنت في زحمة من أمري ولكن الحمد لله كان سعة من الوقت، الوقت كان فيه بركة. كل هذا كيف تعمل؟ يقولوا لي جماعة كتار، أقول لهم والله فضل من الله، فضل ومن منه، وإلا صحيح والله. وإلى هذا اليوم لك الحمد يا رب، برضو زمني فيه بركة يعني، والحمد لله يعني. فجاء مايو، وذات يوم أنا جالس في إحدى مقاهي القاهرة، جاء يعني يوم 21 22، وبالتحديد في منطقة المنيرة، إدارة السيدة زينب، حيث قريبة من ميدان التحرير لمن يعرف المنيرة. وقعدت في قهوة المواردي، فطلبت كوباية شاي وقعدت، فتساءلت مع نفسي: أين كنت الأمس؟ وهذا التساؤل طوالي تولدت منه هذه القصيدة. والقمر النازف أنا لا أكتب العنوان في البداية، بعدين أكتب العنوان. بس بديت أخذت فقلت: أهكذا أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب، ويمحي موعد بالدم قد كتب. أقول يا أخي أهكذا أتساءل. والقصيدة عندما تبدأ بتساؤل عزيز المشاهد فيها جرعة من القوة. أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب، اكتسبناه تضحية ودماء وعرقا واستشهادا. ويمحي موعد بالدمع قد كتب، أو بالدم قد كتب. وينقضي أجل كنا نقلده، وينقضي أجل كنا نرصعه من اللآلئ درا مذ أتى ذهبا. نعدد الحب والساعات في شغف، إذ يشرئب أيار ضاحكا طربا. ظلنا نمني نفوسا في أكنتها معشوشب الظل مجذولا ومضطربا. أقول: هكذا تسلب الأيام ما اكتسب؟ وما يد كنا نعدد الحب والساعات في شغف. لا، كيف يجينا مايو؟ والله مايو يأتي مايو ويذهب، ويأتي مايو اللاحق، هكذا هكذا دواليك. واستمر في البكاء. بحرا من الدمع خضنا في مرابعها، بحرا من الدمع خضنا في مرابعها. وقد سكبنا رباها حتى أمطرت لهبا. حتى انتشانا الذي كنا نؤمله، وهلل البشر في وجه الدنا عجبا. والكل سر بما يحمله من أمل لترتقي شرف المجد الذي حجب. وأينعت في شغاف البوح ملحمة ترنو إلى غدها حبا ومنقلبا. لكنها لم تعد للسعد مسرجة على النقيض، همت من دمعها سحبا.
جاثت على صدرها الممهور شرذمة في غفلة من زمان البين وحرب. الآمال كانت عراض، الكل سر بما يحمله من أمل. جاء المتاجر، جاء المستثمر والمتعلم والطالب والمزارع والأم والمهندس، كل لترتقي. لماذا؟ لترتقي شرف المجد الذي حجب عنها ردحا من الزمن، وأينعت في شغاف البوح ملحمة ترنو إلى غدها حبا ومنقلبا. لكنها، من هنا بدأ الوجع، لكنها لم تعد للسعد مسرجة على النقيض. حزن ولجوء و وتشرد، وذهبنا حيث رمانا الهوى والقدر. يعني همنا على وجوهنا. جاثت على صدرها الممهور شرذمة في غفلة من زمان البين وحرب. أيستقيم لها أمر تقدمه مفخخ ظلمه للعدل قد سلب؟ كيف يستقيم لها؟ كيف يستقيم أمر هذه البلاد؟ أيستقيم لها أمر تقدمه أو تزعمه مفخخ ظلمه للعدل قد سلب؟ أحنى له مسرح الآلام في وجع فمزق العهد والوعد الذي كتب. أحنى له مسرح الآلام في وجع فمزق العهد والوعد الذي كتب، وشرد الحلم مقهورا بلا جهة، وفارقت أمنه الأجفان والهدب. كل هام على وجهه، حاسر الرأس حافي القدمين مطمور الجوى. هكذا. وشاهدت أسمر من على البعد، هذه أسمر كنا نبادلها عشقا بعشق هما من حبها نصبا. معقول هذه أسمر التي أتيناها زهرة مفتحة 91؟ والله شممنا فيها عطر الأمن والسلام والمحبة والازدهار والمستقبل. معقولة نراها بعد من على البعد أهكذا أو أهذه أسمر؟ هذا تساؤل آخر. والبلاد بعواصمها عزيزي المشاهد أهكذا أسمر كنا نبادلها عشقا بعشق هما من حبها نصبا. كانت وكنا زمانا نحتسي قمرا واليوم فارقت الأفراح والطربا. والله تذكرت محمود سامي البارودي وآخرون شعراء الماجر، هكذا كانوا يبكون بطريقتهم طبعا. وأصعب حاجة، أصعب شيء في الدنيا للمبدع الشاعر أيا كان شكل من أشكال الإبداع أن يخرج من يعني بلاده ومسقط رأسه. هذه أسمر كنا نبادلها عشقا بعشق هما من حبها نصبا. كانت وكنا زمانا نحتسي قمرا واليوم فارقت الأفراح والطرب. ما لي أراها وقد عادت مقرحة كأنها لم ترى نجما ولا شهبا. هكذا رأيتها من القاهرة. والقاهرة دي شافوا كثر دخلوها ملايين مبدعون ودعاة وسياسيون من القاهرة ينظرون إلى بلادهم، من القاهرة ينظرون إلى منابرهم، من القاهرة ينظرون إلى منازلهم. لك يا منازل في القلوب منازل، لك يا جزائر في القلوب جزائر. أقبلت أنت هن، أقبلت أنت هن إليك جواهر. واحدة من قصائد التي كتبتها عن الجزائر من القاهرة. كانت وكنا زمانا نحتسي قمرا واليوم فارقت الأفراح والطرب. ما لي أراها وقد عادت مقرحة كأنها لم ترى نجما ولا شهبا، لم ترى نجما ولا شهبا.
وقد سلاها هزار من أحبتها تبكي مرابعها، أو تبكي مرابعها من هول ما ارتكب. أما تراها وقد حمت مفاصلها بحرا من الدمع يسقي أمنها نهبا. أما تراها وقد حمت مفاصلها بحرا من الدمع يسقي أمنها نهبا. وأن ذا مشهد التحرير قد هجرت بلابل دوحه الأزهار والعنبا. وأن ذا شارع التحرير قد هجرت بلابل دوحه الأزهار والعنبا. يا أيها الوجع المعصوب من زمن فك الخيول وخل اللوم والعتبا. يا أيها الوطن المعصوب من زمن فك الخيول وخل اللوم والعتبا. مرة وأنا أقرأ هنا في ميلبورن، أول ما جيت قرأت هذه القصيدة فقلت لهم خلي اللوم والعتبة، فقلت لهم ليست عتبة الغايرة، العتاب الذي يكبلنا نحن من مسارنا ومن منطلقاتنا ومن العمل لحلحلة مشاكلنا. فك الخيول وخل اللوم والعتبة. كل يلوم أخاه، كل يلوم هكذا. فأقول لهم يا أيها الوطن المعصوب من زمن، هذا الوطن معصوب، معصوب العينين لا يرى. فك الخيول، فك الخيول، والخيول أرمز لها أشياء كثيرة. وخل اللوم والعتب، ماذا دهاك وأيم الله أنك من يمحو بوثبته الأدران والعطب. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ماذا دهاك وأيم الله أنك من يمحو بوثبته الأدران والعطب. بعد ذلك أشرح: فلا أمان سرى بين الجفون ولا أمن تلفحه الحلم الذي انسرب. رأسا على عقب الأشياء منكسرا من فرط ما بليت من هول ما ارتكب. فلا المشارق تتلى من منابرها آيات معجزه والعدل قد غرب. ولا مغاربها تنفك عن ألم، فالكل من عجزه يستوضح السبب. ولا حياة غدت حلما لمجتهد يسطاع من أمره، والكل قد نكب. في كل ركن من الأقمار منسدل يشري بأدمعه بؤسا وقد صعب. مشارقنا ومغاربنا قلت آهات في آهات. في كل ركن من الأقمار منسدل يشري بأدمعه بؤسا وقد صعب. أيستبيح شذاها وهي ساكنة، برضو تساؤل، أيستبيح شذاها وهي ساكنة لا عهد يمنعه من شره أربا. هل تستبين رؤاها وهي نائمة وتلعن الحظ والأقدار والحقب. قد غربتها سنون لست تجهلها، فخل عنك حبال اليأس والعجب. فك الخيول وأنت ليفتدي أملا، وثق بنصر الذي لولاه ما وهب. أيسرق الحلم علج ماجن نزق، ديست كرامتكم عجما كذا عربا. فك الخيول، فك الخيول وأنت ليفتدي أملا، وثق بنصر الذي لولاه ما وهب. مش يعني الله سبحانه وتعالى بتضحياتنا أعاننا فنصرنا على الظالمين، وليس يكألو كل زكألو نبرج زي بلغو دولو أمثل كايوم درومرو وهكذا. قالوا هكذا، والنصر من عند الله أولا وأخيرا. فك الخيول وأنت ليفتدي أملا، وثق بنصر الذي لولاه ما وهب. أيسرق الحلم علج ماجن نزق، ديست كرامتكم عجما كذا عربا. ما في بلادنا عجم وعرب. مرت على ربعك الميمون كوكبة، مرت على ربعك الميمون كوكبة، كنت الملاذ لمن أضناه واغترب. من الصحابة أولو الأكرمين أتى لهفا إلى أمنها من بعد ما غلب،
واليوم صرت بلادا غير آمنة يفر من حضنها الولدان والنجبا يقتلون عقولا لا تلين لهم ويستبيحون حلما هان فاغتصب. ماذا تبقى إذا يا أمة نكبت؟ أفيقوا من نومكم الآن قد وجب. عشان كده سميت القمر النازف. مرت على ربعك الميمون كوكبة، الصحابة الكرام هجرتين وفيها من بيت النبوة ومن الخلفاء الراشدين. مرت على ربعك الميمون كوكبة، كنت الملاذ لمن أضناه واغترب. ساطين قريش ضيقوا الخناق على المسلمين، فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: هاجروا إلى بلاد فيها ملك لا يظلم عنده أحد. فكنت الملاذ، نحن أصحاب الهجرة الأولى. مرت على ربعك الميمون كوكبة، كنت الملاذ لمن أضناه واغترب. من الصحابة أولو الأكرمين، أتى لهفا إلى أمنها من بعد ما غلب. واليوم صرت بلادا واليوم صرت بلادا غير آمنة يفر من حضنها الولدان والنجبا يقتلون عقولا لا تلين لهم ويستبيحون حلما هان فاغتصب. ماذا تبقى إذا يا أمة نكبت؟ أفيقوا من يومكم الآن قد وجب. أقبلت يا عيد، خاطب العيد: أقبلت يا عيد لا فرح ولا طرب. العيد فيه أفراح وطرب يعني. مجردا من عبير ضاع مغتصبا. طبعا القصيدة لم تكتب في القهوة كلها. تبدأ ولمن يطفح بك ويطفح يبلغ السيل الزبا وتطفح الأمور. طبعا هذه التنهدات وهذه الآهات هي آهات ليلية يعني، وقد يكون جزء كبير منها بالنهار يعني، لكنها حقيقة كتبت يعني عيد 21 22 بديت لحد يوم 25 القصيدة جاهزة يعني. أقبلت يا عيد لا فرح ولا طرب، مجردا من عبير ضاع مغتصبا. مرت نسائمه عجلا بلا بلل، كما تمر غيوم المزن والسحبا. غيوم الفرح والاستقلال في بلادنا كانت تبللنا، بل وابل وطل كمان تبللنا من الداخل ومن الخارج، ونتسربل بالفرح وهكذا رغم ما فينا من أشياء داخلية. فأنا أقول له: أقبلت يا عيد لا فرح ولا طرب، مجردا من عبير ضاع مغتصبا. مرت نسائمه عجلا بلا بلل. طبعا أنت في القاهرة، الزحمة القاهرة ودنياها، مر علي الاحتفال بالعيد، مرت نسائمه عجلا بلا بلل، كما تمر غيوم المزن والسحبا. وها أنا من بعيد لا أرى قبسا ولا حبيبا شدا بالقلب إذ قربا. والأحبة كثر، وطن، شيوخ، أحباب، أصدقاء، أهل، مكان، جو، سماء، طبيعة، برلمان، وزارة الإعلام، كل. فأقول: ولا حبيب شدا بالقلب إذ قربا. بعدين أجي لدهاليز الإعلام، أقول: فلا البرامج مني وهي دانية. فلا البرامج، إذاعة وتلفزيون وصحافة وهكذا، فلا البرامج مني وهي دانية عبر الأثير، هنا صوت قد احتجب. هكذا تخيل، أين ذلك الصوت؟ أين ذلك الوجه؟ أين ذلك القلم؟ وهكذا. فلا البرامج مني وهي دانية عبر الأثير، هنا صوت قد احتجب. هنا أسمر إذاعة صوت الجماهير الإريترية. هكذا كنا نقول. ولا الشعارات من بين الجموع هفت. برضو أبليت في الجريدة كنائبا لرئيس التحرير. فلا البرامج مني وهي دانية عبر الأثير، هنا صوت قد احتجب. ولا الشعارات، شعارات الاحتفالات، من بين الجموع هفت نحوي بأطنابها تنداح لي قشبا. ولا المقال
إذا أسردته قلمي تضوع المسك والإعجاز والذهب. هكذا نقول الشعراء. ولله الحمد كان عندي ولا أزال الحمد لله. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. ولا المقال إذا أسرجته قلمي تضوع المسك والإعجاز والذهب، عقد مضى وأنا أروي إذاعتها. طبعا أنا اشتغلت في الإذاعة أكثر من عقد، والتلفزيون ذات الفترة، والجريدة انتقلت إليها بعد إذن. عقد مضى وأنا أروي إذاعتها. والله الإذاعة دي رويناها قطرة قطرة، حرفا وفكرا وثقافة ودينا كذلك. أنا كان الحمد لله أن قلت: المشاهدون الكرام، المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن من باركنا الإذاعة، تلك الإذاعة اللونية المعروفة يعني، باركناها وبركات الله قلنا، إلى أن استدعاني مسؤول البرامج، مسؤول الإذاعة، إذاعة صوت الجماهير، قال لي: يا شريف، أنت تفتتح بما لا نعرفه من آبائنا وأمهاتنا وقادتنا. ما هذا نحن لا نعرف هذا الكلام ماذا تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيش هذا المدخل الطويل؟ وتحدثت عن ذلك. فنحن الذين والله نقول أسلمنا ذلك الإعلام، دخلنا فيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أقولها، والله على ما أقول شهيد. عقد مضى وأنا أروي إذاعتها، صوت الجماهير التي أهديتها رطبا. أديناها رطب صوت الجماهير، تتزين بنا. أنا في الختام سأحكي أحد خريجو سجناء المجموعة الحاكمة بعد أن خرج من سجنه ماذا قال لي، سأحكيها في نهاية المطلب. صوت الجماهير التي أهديتها رطبا، شنفت أسماعهم في غير مستمع، غنيت من وجعي ليت الزمان هبا، ليت قدحت من معلمي أركان شاشتها، مقدما نشرة أزهو بها طربا. أنا النشرة بالنسبة لي كانت شكل من أشكال الفرح والحضور والحوار مع المشاهد بحمد الله تعالى. قدحت من معلمي أركان شاشتها، مقدما نشرة أزهو بها طربا، أو ندوة أو لقاء كنت أنجبه بين الضيوف أرى في ظلمة شهبا. أو ندوة أو لقاء كنت أنجمه، ليس نجما واحدا، يا نجوم يعني، بين الضيوف أرى في ظلمة شهبا، وينتشي شاهد يقول في ثقة: لله درك طب لا تدخر أربا. وينتشي شاهد يقول في ثقة: لله درك طب لا تدخر أربا. وأنا والله يعني أملككم شهادة قالها لي الشيخ الدكتور المفكر الإسلامي الدكتور حسن سلمان. لك التحية أيها الشيخ الشقيق العزيز، نحن أسرة واحدة. فكان يقول لي بعد الهجرة، طبعا قبل الهجرة كنا، وكان هو في 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 مربعين نقيضين تماما، لكنه كان يعرف داخل ماذا في نفس أخيه. لك التحية دكتور حسن سلمان، ولزملائك من العلماء والمفكرين والدعاء. فقال لي: كل ما كنت أشوفك كنت أقول الله أكبر ما شاء الله وهكذا. ولأنه هذا المعنى أنا ضمنته، لأنه أنا التقيت به لأول مرة 2008 عندما خرجت خائفا أترقب آنئذ في الخرطوم يعني. والقصيدة دي كتبت 2001 2009 عفوا 2009 يعني بعد عام. فأنا استدعيت حديثه، وأعنيه هنا شخصيا حقيقة. وينتشي شاهد يقول في ثقة: لله درك طب لا تدخر أربا. سكبت
فيها لحونا لا أبدلها. هنا أعني سكبت فيها إريتريا كلها، بشاشتها وإذاعتها وجرائدها ومسرحها وسمائها وأرضها وأشجارها وبشرها وحجرها. حقيقة يعني والله تلك البلاد تعلمنا كما تعلم أبنائها وذراريها يعني. سكبت فيها لحونا لا أبدلها، لحونا من الحب والوفاء والإخلاص والتفاني وما إلى ذلك، لا أبدلها. وإن تباعد عني وصلها حقبا. ما كنت أحسب أنه 16 عاما سأبتعد عن وطني وأهلي. وإن تباعد عني وصلها حقبا، كم مرة خلتها فاهتاج لي قمر. كم مرة خلتها فاهتاج لي قمر. يا أنت يا منيتي، مهما الزمان أبى، أصوغ من وجع الأصفاد منصلتا. أصوغ من وجع الأصفاد منصلتا. أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب. قفلت بذات البيت الذي بدأت به. طبعا دي برضو أساليب جميلة يعملوها الشعراء المجيدون، ولله الحمد من قبل ومن بعد. أصوغ من وجع الأصفاد منصلتا. أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب. وإلى اليوم أتساءل، أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب؟ ولا إجابة. أيها المشاهد الكريم، أختم الحديث عندما قلت يعني آه نعم، أحد الذين خرجوا من السجن توفي رحمة الله عليه، أبو هاشم، كان أحد الذين دخلتهم المجموعة أول ما دخلت أسمرة، وكان هو بمثابة وزير في العهد الاستعماري يعني. فدخل وخرج بعد 5 سنوات من الاعتقال. فقال لي الأستاذ الأمير عبد اللطيف رحمة الله عليه، الفنان المعروف المعلم، هو معلم قبل أن يكون فنانا، فقال لي: لقد خرج أحد زملائي من السجن، فهل تذهب معي إلى تيرافولو بسيارته طبعا لنسلم عليه ونقول له مبروك؟ قلت له: وماذا يمنعنا؟ هذا فرح، وأنا لا أعرف السيد أبو هاشم، سيد عبد الله له الرحمة والمغفرة. فقلت له: ولماذا لا أذهب؟ هذا فرح يعني. فأخذني بسيارته من كومبشتاتو، طلعنا إلى تيرافولو على طريق المطار. دخلنا وهو صديق أيام يعني أيام منذ عهد هيلة سلاس يعني. فهم زملاء الشباب يعني، صداقة الشباب يعني الأيام الجميلة يعني. فدخلنا على منزله في ترافولو. فما شاء الله لآله وذويه السلام والمحبة. وربنا يرحمه أبو هاشم، كان من الناس اللي يحترمون جدا، ونحن نوقره ونحترم. اللهم اغفر له وارحمه. فدخلنا على منزله، فأستاذ الأمين طبعا معروف يعني بحضوره ودبلوماسيته. فأول أخذوا بالأحضان بعض لأنه فترة طويلة لم يشاهدوا بعض، وبعدين خرج من السجن يعني. فعلى الفور قال له هذا الإعلامي أحمد شريف، على الفور قال له: هل في إذاعة صوت الجماهير؟ قال له: نعم. فأخذني بالأحضان، قال لي: صديقي العزيز وأخي الحبيب، وكان لي من المدائح. فالأمين عبد اللطيف رحمه الله قال له: يا تأمر يا أستاذ. وين تتعرف؟ أنتوا تتعارفوا قبل كده؟ طبعا هو أكبر مني يعني، الاثنين يعني، أنا أعتبر ابنهم يعني. قال له: يا الأمين، هذا صديق الأيام، أيام العسرة. قال الجماعة دخلوني السجن، أدخلوني السجن ولم يعطوني إلا مذياعا صغيرا، محروم من الجرائد، محروم من الكتاب، محروم من أي شيء. إذاعة، وهو بمثابة وزير في الزمن القديم يعني. فأعطوني الإذاعة، راديو صغير ألف عليها، ويمكن ما بتجيب إلا الإذاعة المحلية، ورجل وزير يعني.
فقال لي كلما فتحت المذياع أجد السيد شريف إما في نشرة أخبار أو في قراءة التعليق السياسي أو في التقرير أو برامجه، وبدأ يعدد للبرامج التي كنت أقدمها. 5 برامج ذكرها لي واحدة واحدة. قال له: هذا رجل ربطتني الإذاعة بصوته وعلاقتي، فهو صديقي وحميمي. قال له: أنت أيام الهنا وأيام العسرة ما زي هذا صديقي في السجن. قال له: كان معي يؤانسني ويحدث. أنا يمكن ما تذكرتك في السجن يا أستاذ الأمين. قال له: قال خلاص، قال لي أنا جبتك، أنا أتيت بك فرميتني خارج. ضحكنا وضحك طبعا الأستاذ الأمين رحمة الله عليه ورحمهما جميعا. ومنذ ذلك العهد طبعا بقيت جزء من الأسرة، له الرحمة والمغفرة. فالإذاعة ربطتنا. والله أنا لو بديت أتحدث عن الإذاعة كيف ربطتنا بالجماهير وبتاع، عشان كده قلت: وإن تباعد عني وصلها حقبة، أنا ما أبدل تلك البلاد الطيبة الطاهرة. وعرفنا وعرفونا، والحمد لله لنا حتى اليوم أناس ينتظروننا إن شاء الله. وإذا كتب الله العودة نعود إن شاء الله. ولهم التحية والسلام. أيها الأحباب الكرام، كانت هذه الحلقة المتصلة بقصيدتان وزمنان. أرجو من الله أن أكون وفقت أن أقدم لكم شيئا مفيدا وممتعا مؤنسا، لأن الرسالة الإعلامية هي تتضمن أشياء كثيرة يعني. وأنا لا أود أن أثقل كاهل المشاهد الكريم أكثر من ذلك، لكنني أحاول أن أخاطبه هكذا بتلقائية وهكذا. وإن أصبنا فمن الله وشكره، وإن أثقلنا وأخطأنا فمن نزغ الشيطان ومن مزالق الإعلام. أنا سعيد جدا أن ألتقيكم أسبوعيا عبر هذه القناة المباركة، قناة سلام. لأحبابي من المشرفين والإداريين والمخرجين الشكر الجزيل. وأسأل الله أن يجمعني وإياكم أسبوعيا لنقدم شيئا من تاريخنا ومن لغتنا وثقافتنا، وكذلك من دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الحق في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والدعاء في هذه الأيام، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. مقدما كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالسعادة والستر في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.